السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ونقول صباح النور وصباح الهنا وصباح السعاده. هنبدا مع بعض النهارده الفيديو من اوله، ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عملنا للبن وفطروا الحمد لله، وانا شربت الشاي كمان. وكمان عايزه اقول لكم ما تنسوش ان انتوا اول ما يعني تشربوا الشاي او تفطروا زي كده هتقولوا بسم الله وايه، وتبداوا كمان تقراوا الورد بتاعكم من القران. لازم تعملي لنفسك ورد من القران قبل ما تخشي في الايه، في شغل البيت والفطار. الفطار هيجيب الغدا، والغدا هيخش في التنظيفات. لازم بعد ما تفطري على طول كوبايه الشاي او النسكافيه او اي حاجه بتشربيها هتعملي ايه؟ هتقري الورد بتاعك من القران، وطبعا هتكوني صليتي صلاه الضحى. تمام. نخش بقى نقول بسم الله وهنبدا. وعملنا فطار ايه بسيط جدا، عملنا بطاطس، وكان عندي بتنجان. عملت بتنجان بدقه جميله جدا كده بخلطه حلوه جدا تعجبكم. حطينا توم زي ما شفتوا، وهنحط طماطم وهنحيقها بقى بالملح والفلفل والكمون والكزبره لو عندك. حمرنا بطاطس، وكان عندي طعميه عملت لهم، كانوا عايزين طعميه. هو انا دايما مش بعمل الفطار ده، بس حسب ما هم عايزين، يعني ساعات بنوع لهم يعني ويبقى فيه تغيير. هم حمرنا البطاطس وعملنا الطعميه، وحمرت كمان البتنجان. وزي ما انتم شايفين كده هنحط بقى عليه الطش. البتنجان ده تحفه جميل جدا روعه، يعني لو انتوا كلتوه مش هتزهقوا من طعمه، جميل جدا والله جربوه مش هتندموا. وعملت طماطم بالجبنه، طماطم بالجبنه وعملنا كابوتشا. وبس كده خلاص وفطرنا. ودخلت بقى غسلت ايه المواعين بتاعه الفطار. طبعا انا بفطر غسلت الكوبايات، انا بحاول ان انا ما اكونش مواعين علشان انا عندي ممكن الميه تقطع في اي وقت يعني. وانا عامه ما بحبش اكون مواعين الصراحه، نادر قوي لما بكون تعبانه يعني. بس طب يعني بحب ان ميبقاش في مواعين احسن يعني. بس غسلت بقى المواعين معاكم. وعايزه اقول لك لو انت لسه ما اشتركتيش عندي يا ريت تتفضلي وتشتركي. ولو انت بتتفرجي بتحطي لايك يا ريت تكتبي تعليق. وعايزه اقول لكل اللي دخلوا عندي في القناه قريب نورتوني، متشكره جدا لكل المشتركين الجداد، ربنا يبارك لكم. بس يا ريت تدعموني بس ايه وتحطوا لي لايك، لان زي ما قلت لكم قبل كده اللايك ده بيرفع، بيخلي الفيديو يروح لناس كتير وتشوفه. والتعليق كمان مهم جدا. تمام. عايزه اقول لكم ايه، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد. يعني يا ريت تنشري لي كمان الفيديوهات وتدوسوا كده على المشاركه، وتبعتوها بقى على اصحابكم على الفيس على الواتس يا ريت. يعني ده طلب مني ان انا اطلب ان انتوا تشيروا لي الفيديوهات بتاعتي عشان القناه تكبر. انا نفسي الصراحه القناه تكبر يعني بسرعه، يعني عشان في ربنا ان شاء الله هتكبر باذن الله. بس طبعا شايفين بغسل مواعين مفيش حاجه يعني، بغسل في الفطار. انا هنا كده طبعا فضيت الزيت، فضيته في بطرمان كده وقفلته. وقلت اغسل بقى اول باول ايه الطاسه عشان ما تتبهدلش معايا زي الحله. تمام، عشان ما تبقاش تقيله عليها في الغسيل. بس ده احسن حاجه ان انت تعمليها، تفضيها في علبه تغطيها، تفضيها في برطمان ازاز. بس البرطمان اسهل يعني بتنضف بسرعه من الزيت، وكمان بيبقى محكم متغطي ما فيش حاجه تيجي عليه ولا تراب ولا اي حاجه. ولما تستخدميه بتروحي فضياه. انا اقصى حاجه للزيت ثلاث مرات بعمل بيه، مش اكتر من كده. بس فضيته بقى وغسلت الصينيه وهشيلها عادي. ولما باجي اقلي اي حاجه بطلعها برضو ايه واحطه كده. اسهل ان انت تغسلي اول باول بدل ما تتكسلي وتشيلها في البوتاجاز وتلاقي ريحه البوتاجاز ما تفتحي ريحته مش حلوه كده، ريحته كلها زيت. فاحسن ان انت تعملي كده الصراحه. انا الحله كنت بسيبها على البوتاجاز، ما كنتش بشيلها في الفرن، لان الفرن ريحته بيبقاش حلو خالص من الزيت. المهم يعني ده احسن حل، ان انت تغسلي الطاسه بتاعتك او الصينيه بتاعتك بتاعت القلي اول باول. ده هتريحك جدا وهتفرق معاكي. انا بالنسبه لي عشان انتوا عارفين عندي مشاكل في دراعي اليمين، فاي دعك بيتعبني جدا الصراحه. المهم خلصنا الحمد لله بفضل الله، ودخلنا على غرفه النوم بقى ايه، ظبطناها. كانت مقلوبه كنا لسه صاحيين طبعا، ما كنتش عملت فيها حاجه. المهم ايه خلصت يعني، دخلت زي ما انتم شايفين غيرت الملايه ونضفتها ونفضتها ونضفت كل وكنستها. ولمعت كل الخشب، لمعت كل الخشب كله. ورحت كنساها، وبعد كده رحت شلت الحافظه ودخلت ايه لمعت السيراميك اللي باين كله لمعته زي ما انتم شايفين كده. وبس وخلاص بقى كده هفرشها برضو، هرجع تاني هفرشها معاكم. وهحط بقى اللحاف وكده. ولو وصلتوا للفيديو لحد هنا معلش ما تنسوش اللايك عشان ده قلت لكم الدعم بتاعي، ربنا يبارك لكم. عشان تشجعوني انزل لكم فيديوهات. والله الفيديوهات يعني التصوير ده صعب جدا، كل اللي بيصور عارف ان التصوير ده صعب، وانا كمان عشان مش بظهر. التصوير بالنسبه لي بيبقى صعب. عارفين لو انا هحط بس الستاند كده واصور واروح واجي واعمل الموضوع بيبقى سهل. لكن انت تصوري كل لقطه بتعمليها او كل حاجه بتعمليها، فدي صعبه شويه، فاهمني؟ يعني هتعملي فيديو واحد بدل ما انت تيجي تمنتجي مثلا تعملي كذا فيديو. المهم الحمد لله خلصنا الغرفه. ده الروتين كان بتاعي النهارده، كل يوم بعمل حاجه في البيت كده عشان ما تبقاش الدنيا مش نظيفه. بس فعايزه اقول لكم بقى ان انا كنت جايبه هنا ترنجات للولاد، فقلت اوريها لكم. هي حلوه جدا وقماشتها جميله جدا. يعني فيها وبره كده من جوه بتدفي، بس مش النوع اللي ما بحبش، النوع اللي هو اللي عامل زي المهير الخشن قوي ده. الخشن قوي ده كده مش حلو، بيبقى بيعرق يعني الولاد وكده. فدي بصوا وبرتها خفيفه، وكمان من بره على القطن، فاهمين عليا؟ بس يعني اقول لكم النوع ده جميل وحلو. ما بحبش الترنجات التقيله جدا زياده عن اللزوم، علشان هما كمان بيلبسوا
من تحت هدوم، فاهمين عليا؟ فبس يعني ده حلو جدا، وكان مش غالي، يعني في حدود 140 او 100، يعني 140 او 135 في الحدود دي. بس فحبيت بقى ان انا اوريهم لكم معايا. ده كده عليه عربيات بتاع ابني، وبتاع بنتي زي ما انتوا شفتوا كده عليه بيكي ولا مش عارفه اسمها ايه. المهم يعني بس عايزه اوريهم لكم، يعني اوريهم لكم، قالوا لي اوريهم لكم يعني. اسمها ايه؟ بني. طيب ماشي، ابني بيقول لي اسمها بني مش عارفه اسمها ايه. اسمها بيكي. بيكي. طب يا زوزو اسمها بيكي. المهم ما تنسوش اللايك وتشتركوا عندي في القناه، تمام؟ علشان يوصل لكم مني كل جديد، وتشجعوني ان انا اعمل فيديوهات، تمام؟ عشان انا ما بلاقيش في تفاعل على القناه، ومفيش تفاعلات، يعني تفاعل وكده، فايه ما بقدرش اصور. بس ده كان الفيديو بتاعي، شكرا. حط لايك ماما، حط لايك ماما، وشفتي بلال وتنزم ليه؟ استنى، متكلموش.